فنان اترمى في الزبالة وهو لسه حتة لحمة حمرا، بس لما الحياة قررت تديله فرصة تانية قدر على السرطان من غير علاج. ده يوسف منصور، واعتقد معظمكم عارفينه، ولو ما صادفش انكم شفتوه قبل كده فده اللي نقدر نقول عليه انه نسخة من عنترة بن شداد بس في التسعينات. هتقولي عنترة بن شداد مرة واحدة؟ هقولك والله ده كان مدوب البنات كده، اصله كان فتى احلام يارا صاحبتي. خلاص يارا ما تزعليش، انا عارفة ان حبك الاول والاخير هو جوزك، بس لازم نعرف الناس برضو مين يوسف منصور ده اللي دوبك في حبه. وبصراحة لما دعبست اتفاجئت ان الشخصية القوية دي كواليس حياتها ممكن تكون بالشكل ده. يوسف مامته لما جت تولده تعبت قوي، لدرجة إن الدكاترة خيروا جدته إنها تختار بين حياة الأم والطفل. الجدة اختارت حياة بنتها طبعا، والدكاترة اشتغلوا على هذا الأساس ورموا يوسف في الزبالة لأنهم تخيلوا إنه اتولد ميت، ولما جم يرموا الزبالة اكتشفوا إن يوسف طلع عايش مش ميت. وده كان أول مطب في حياة يوسف. أما بقى بالنسبة لتاني مطب فبتتلخص في طفولته المأساوية واللي ما سلمتش من التنمر عليه بسبب ضعف جسمه. فضل يوسف على هذا الحال لحد ما قدر يحول حياته 180 درجة، وده بعد ما بدأ يمارس التايكوندو على ايد اساطير اللعبة. وبسبب صدفة قدر يوسف انه يقتحم عالم التمثيل، وقدر يكون بطل الاكشن في التسعينات اللي محطم قلوب البنات. اما بقى بالنسبة لتالت مطب في حياة يوسف فده كون تالت خالص. في سنة 2006 اتصاب يوسف بتهالك مفصل رجله وفقد قدرته على الحركة، وبسبب ده دخل جوه دوامة من الاكتئاب لحد ما سافر ألمانيا عشان يتعالج. بعدها بقى أعلن إصابته بالسرطان، والطبيعي إن أي حد مكانه هيبدأ في رحلة علاجه بالكيماوي، لكن كانت المفاجأة إنه رفض العلاج ده ودرس الطب عشان يعالج نفسه بنفسه من السرطان ومن غير كيماوي. وفعلا قدر إنه يحقق المعجزة ويعالج نفسه من السرطان عن طريق الدم والخلايا الحية. ومش كده وبس، ده فتح مركز لعلاج السرطان في ألمانيا. وزي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، احنا واقفين قدام إرادة من حديد وموهبة تمثيلية ما حصلتش، لكنها قررت تمشي باستراتيجية. عايز تنتصر يا مان؟ ادرس وتعلم كمان.